اهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير ونلقاكم هذا الفيديو باحسن وخير، ونتمنى لكم ان شاء الله كل الفرح. وما تنسوش البنات اللايكات والبارطاج، ومرحبا بالبنات القدام والبنات الجداد. وفينكم البنات القدام؟ فين غبتوا؟ سافرتوا مازال ما جيتوا؟ نتمنى لكم الخير. مرحبا بكم البنات. اليوم ان شاء الله غتكون الاستخاره حسب النيه ديالك. غادي تكون بحبات القزبور، بالحبوب القزبور، تفاح الجن كما كنسموها حنايا، تفاح الجن يعني بخور. غتكون ان شاء الله على حساب النيه ديالك وعلى حساب اول حرف من السميه ديالك، اولا غتكون عندك ان شاء الله غيكون لك بدقه الحروف. شوفي انتيا، اولا ان شاء الله باذن الله غادي نبدا بالمجموعه الاولى، هي هذه، والمجموعه الثانيه هي هذه، وغتكون بدقه الحروف البنات. نتمنى لكم الخير. بسم الله. الحروف راه واضحين البنات. نبداو ان شاء الله. بسم الله. المجموعه الاولى يلا حبيبتي، المجموعه الاولى نشوفوا ان شاء الله. وهذا الفيديو اي وقت حبيتي فاش حليتيه او لا، اي وقت فاش وصلك غيناسبك. تفاح الجن روحاني، والحساب اليوم غيفيدك بزاف، ونتمنى لك الخير. الحمد لله على كل حال، ما بقيتيش كما كنتي، واخا هكاك غير عطي الخاطر راسك. انا هو كنشوف طاقه ايجابيه عندك مفتحه مبشره بالخير، واخا هكاك. انا وفاء الغيار اللي كان داز عليك والمشاكل اللي دازت عليك والبلوك اللي كان داز عليك تيبان ليا بدا كيتحل وتحل ان شاء الله باذن الله. الحمد لله كيبان ليا الخطوات اللي كتزيدي دابا فيهم الخير، فهمتي؟ خرجتي راسك من شي مشكل الحمد لله. واخا داك المشكل ما كانش عليك، ما كان سهل تخرجي راسك منه بوحدك، كان اللي محتاجه اللي يدعمك، محتاجه اللي يمدلك مساعده، ولكن كل شيء في داك الوقت وداك الظروف الصعيبه وداك المشكل كامله تخلى عليك. شافوك طايحه وداروا عين شفت عين ما شفت وعطاوك بالظهر، والحمد لله عزيزه عند الله سبحانه وتعالى، وربي كيحبك وجوادك كيبون لك الخير، وعندك الجواد صحاح وما تخلاوش عليك. لأن هو كنتي مقلقه، كان عندك ستريس في الداخل، الضغوطات النفسيه، الحمد لله كنشوف كاين الفرج. كنتي مقلقه، كنتي ناويه شي حاجه في خاطرك،
انتي ناويه شي حاجه ولكن ما كملاتش لك، كانت شي حاجه بين يديك قلتي صافي هذه الايام، وللاسف خرجت من يديك، ولكن ربي كبير. كنشوف حبيبتي كاع اللي وقع لك انت شي مشكل او الحاجه كاع اللي طارت لك بين يديك كنشوفها لك فيها غير الخير، انت ليك فيها غير الخير. لأنه هو كنشوف كنتي باغيه ديري شي خطوات، باغيه ديري شي حاجه كانت في قلبك وربي ما كمل، فيها خير. داخله عندي شي وحده مريم، طاقتك حاضره بزاف وسميتك كنادي بها شي واحد، شي فرح. صنتي ليش غنقولك، راه الخير جايلك في طريقك، وربي غينور في طريقك، غادي يزيد لك النور على نور، والحباب ولاد الخير، والحباب اللي كابرين في الخير ديما ضاحكين ديما ناشطين، كي عندهم كيما عندهم. ربي غادي يرزق لك هذا المجمع في طريقك، مازال تستافدي منهم، مازال انتي هاد الدنيا خديتيها، الحياة اللي كتعيشيها خديتيها كدرس، تعلمتي وعلماتك الدنيا، ولكن مازال غاديه كتعلمي، مازال غاديه لقدام، ومازال غاديه خطوات لقدام، مازال تطوري في هذه الحياه، مازال كتكتشفي الامور في الامور. معليش، ما تخافي من حتى شي حاجه، وما تقلقك حتى شي حاجه، حتى الا عندك شي ضغوطات وعندك شي مشكل، عندك فيه توتر، خايفه، راه انت نقول لك من هنا راه ربي غيدير لك الحل. سمعتيني؟ ربي غادي يدير لك الحل، وانتيا واحد انسانه ربانيه، ما راحتي راسك ديما كيتكرر عليك رؤيه النحل في المنام عندك، اولا كتشوفي العسل اولا كتاكلي، راه ربي غير كيعطيك البشارات الخير وراكي غاديه فيهم، غير الا ما بغيتي تقبلي الواقع، لانه حتى النفسيه ديالك مريضه شويه، وعندك حتى العوارض مخلطين فيك، وربي عمر ما يخليك. وبعد المرات تتبغي تشدي الطريق ولا غير بغيتي تخرجي كيجيك الزمت في قلبك، ملي كتمشي كتحسي بركابك خاويين عليك، فاشلين، او شي حاجه كتمل في رجلك كينمل. هادو كلهم اسباب غير عين، داك التنمل اللي كيكون عندك في ذاتك اسباب العين، عين حاره، ولكن ربي غادي يفاجئها. وخبزتك حلوه، وكتعشقي بزاف في الحلوه، انتي عشاقه الحلوه، وكتاكلي انتي بالعين بالمنظر باش كتاكلي انتي، فهمتي؟ وكنشوفك نقيه، ابسط حاجه اللي ما جات على خاطرك كتعي فيها، تكون من ماكله، تكون من حتى في طريقه ديال انسان ولا، فهمتي؟ لكن هادشي ما كتبينيه، وشي خير جاي ليك، وشي رزق جاي لك في طريقك، وشي بركه جايه لك في طريقك، وربي اللي يرسلها لك، ومستوره وعليها فرحه وصغاريط مالكي. وشي حاجه دايراها نتيا ونفعك الصدقه اللي كديري، وكنتي كتبتداي من شي ناس وكان غيوقع لك شي مشكل، وربي يخرجك فيه سليمه، ما نخافش عليك. واخا كنشوفك قلبك مركزوج شويه في الداخل ديالك على حساب المال، على حساب الفلوس،
لينا هو كاينه اللي كنشوفها طاقتها مرونه مقلقه، عندك قلق على راسك، مقلقه على التريكه ديالك، انت فيك هم صحتك وفيك الهم العتبه، فهمتي؟ شوفي كنشوفك نتيا بحال الا باغيه تبعدي في داك المكان، كيجيك فيه الضيق، كيجيك الستريس والعتبه، كتجيك فيها الضجه، وهاد الايام ناقص عندك المدخول شويه، عندك شي عمل وبالك مع شي عتبه معكسالك، واش دايرها في البيع، واش دايرها في الكراء، واش دايرها. ولكن كنشوف بحال الا كيجيوك انت الصناصريه كيعطوك، ولكن ما كيناسبكش الثمن، ما كيعطوكش نتيا داكشي اللي فوق من داكشي اللي خسرتي في ديك العتبه. انت بحال الا باغيه كتمني الرزق مع الله سبحانه وتعالى ويعوض لك في هذيك العتبه، بحال الا باغا تبعدي المكان لمكان، انت راه عقلك في بلاصه اخرى، في شي مدينه اخرى، في شي منطقه اخرى، باغيه فيها عتبه، باغيه فيها الاستقرار. هنا كيبان لك نتيا حاليا هذا المحيط فاش ساكنه نتيا بحال الا تيجيك عشوائي، بحال الا طبعك ما كيواتيش هذيك المنطقه فاش كاينه، ولا ما كتفاهميش مع دوك الناس اللي فيه، او لا المدخول ديال هذيك البلاصه فاش كتعيشي قليل، فهمتي؟ ما معروفاش بزاف، ما داخليش ليها بزاف براني كما كنقولوا حنا. انه هو نتيا بحال الا محتاجه واحد المكان، خدمتك زوينه، عندك خدمتك في يديك، ولكن محتاجه نتيا في شي بلاصه اللي يكون معروف داخل وخارج والبراني والسفريان يعني محتاجه نتيا في شي بلاصه اللي مروجه ومعروفه، فهمتي؟ هادشي اللي محتاجه نتيا هاد الساعه في خدمتك، الخدمه والهبه اللي عندك نتيا، شي حاجه عندك في يديك. لكن ربي غادي يفرحك، وربي مازال غادي يكمل لك اللي نويتي انت في خاطرك بجهد الله سبحانه وتعالى. وما تقلقي، لانه هو كنشوف الباب تاع الخير، والباب في الباب غيتفتح لك، والباب اللي ما عليه بواب ان شاء الله باذن الله. بحال الا قريتي تقطعي علاقتك مع شي وحده ما كيقرش فيها خير، الخير ما كيقرش فيها، الخير ما كيقرش فيها بمره. هادي راه كتجيك شي حاجه قريتي نتيا تبعدي، فهمتي؟ نقدر نقول لك درتي لين هاد انسانه بلوك وتراجعتي حليتي البلوك وخديتي واحد القرار تبعدي على طريقه، ولكن ربي مازال غادي يحلك البيبان كبار، مازال ربي غادي يسهل عليك، مازال ربي غادي يعطيك الخير ان شاء الله باذن الله. كتكون عندك حتى حيره في النجوم الليل، كتقول اش عندي، هادشي واقع ليا في حياتي، كتفكري اللي زين واللي خايب، ولكن هاد الافكار ماشي بخاطرك، انه كنشوفك انت عصبيه شويه، حاره شويه حاره. كاين واحد انسان بينك وبينه في عتبه، ولكن عازل هاد الشخص الماكله، ولا كيشك فيك وعارف شي وحده من عائلته سحاره اكبر مشعوذه، يمكن تكون اخت كبيره الام، فهمت اش كنقول لك؟ وعارف بانه هو سبب مشاكل بيناتكم، هو السحر اللي كانت تخدم من طرف عائلته، ولكن هذا الانسان كنشوفو عازل عليك بزاف، لانه هو ولفتيه انت تدليه. علاش؟ انت راه ربي عاطي لك كرامتك، ولكن خصك انت تكبري بها، لانه هو شحال من حاجه في طريق هذا الانسان، ولكن ما نلومك، غالبه عليك شويه العاطفه، حاولي تكوني قويه شويه، حيدي داك القلب، لانه هو الف واحد يتمناك، راكي بزينك بقيمه ديالك بخدمتك، الحمد لله، وخدمتك راه الضوء، اي واحد يتمناك حبيبتي، لانه هو هذا الانسان علاش مكبر عليك بزاف، محيت يدير الاغلاط وانت كتسامحي في حقك، فهمتي؟ ومازال طلبي منه الاعتذار، لا بعد منكم ماشي كلشي، فهمتي؟
نقدر نقول لك هذا انسان تيعازل عليك انت يا فراش ويعطيك بضاوي ميك حتى كطلبي منه السماحه شنو عندك انت كتقربي. ولكن من هنا كنقول لك حاولي اعطي لراسك قيمه، حيت ربي عاطي لك القيمه وعاطي لك الهبه، ولكن ما عطيتيش لراسك اكثر اللي عاطي لك الله. فهمتي؟ وخير ان شاء الله باذن الله. لان هو بزاف هاد الشخص اللي في طريقك كنتي مولفه ليه شي حوايج، ولكن بحال الا عييتي صافي مليتي قلتي مع راسك واش انا ديما نعطي الفرح وديما انا نعطي في المقابل انا عندي ديما كيفرحك حد. انت عيد ميلادك ما كاين اللي يفكر فيك حتى انت بورده، علاش انت كتفكري ديما اللي حيت بك واللي معاشرك كتعطيهم كتر من قيمتهم؟ داكشي علاش طايحه في عينيهم، ما عطياش لراسك القيمه بالرغم عاطيها لك الله سبحانه وتعالى. حاولي كبري راسك وعزي راسك وتشوفي كيفاش غترجعي قدامهم. غيكون تغيير يقول واه مال هذه التغييرات مالها. اذا شي واحد كيعمرها اذا نحاولي وخلتي ما عندك التجمع مع الناس ما كتشكيش على المشكل اللي عندك في الداخل ولا اللي كتعيشي، كتسطري بزاف في المشكل ديالك، ولكن شي نهار غتنفجري كتردي للداخل. بحال انا ناويه نتيا تشكي على شي واحد اللي براني عليك ما كيعرفك ما كتعرفيه، باغيه تشكي عليه ولكن ما كيعرف وجهك ما كتعرفي وجهه. المهم باغي غير تروغي على قلبك بحال الا محتاجه اللي ينصحك في هذه العلاقه، انه علاقه غامضه ولكن اسباب غلط هو انت. حطي راسك وركزي مع راسك، محيتك انتي ولفتي تعطي بزاف، عطي وتفرحي عيتي. اليوم محتاجه اللي يعطيك نتيا، ما بغيتي كاع المال، ما بغيتي ما مخصوصه حتى بشي حاجه، ولكن محتاجه الحنان، ناقصه من الحنان بزاف، لا في طريق العاطفه ولا في طريق الدم. انا نقول لك اللي كاين. اذا ديري قيمه راسك وجمعي راسك راه كلشي غادي يدور، مازال يقلب عليك. فهمتي؟ ان شاء الله باذن الله ما يكون عندك غير الله الخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. الحمد لله. شوفي مغيره حتى في طريق الشخص اللي كنشوف وقعوا مشاكل في شي خدمه، بارك من الخدمه، ولكن هذا الانسان ربي مازال غادي يسهل عليه. لكن كنشوفه هو ما عندوش الزهر مع صحاب، ما عندوش هو كيحضرهم في مناسبات زوينين وكيحضرهم في الفرح في شي حاجه اللي ليها قيمه، وهما ملي كيكون عندهم شي فرح ما كيحضروش معاهم، ولا غتكون شي مناسبه ما كيحضروش ما كيعرضوش ليه، كيعرضوا ليه غير في شي مشكل ولا في وقت الشده او لا عطيني. اغلبيه داك الشخص اللي كيبان ليا انت محيره في طريقه كيبان ليا السبب هو صحابو دوك اللي كيقول عليهم هذا راجل اختي، هذا لا واه نسيب، هذا ما راجل موي، لا واه هذا خويا من با، خويا من موي. انه هو تغدر حتى من الناس اللي قرابين ليه. فهمت اش كنقول لك؟ لكن تغدر على النيه اللي كانت فيه. ولكن دابا راه تيبان ليا تعلم بزاف في هاد الصدمه فاش كيعيش حاليا، وراه فيها حاليا، ولكن غادي يخرج منها وكاين الحل، وبيجيوه مازال شي اخبار على بلاد بعيده، لانه هو كانت
عنده شي معامله مع واحد الشخص كاين على قطوع البحور، وهذاك اللي في قطوع البحور كان دوز فيه هذا الانسان اللي عنده هذا المشكل، دوز فيه الخير كبير. مازال غيتلاقاو، مازال غادي يكون شي اتصال بيناتهم ولا شي حاجه غيكون بيناتهم، وغادي يهضر معاه وغيشكي ليه على المشكل ديالو، وهذاك اللي مازال اللي غادي يمد ليه يد مساعده، ومازال غادي ينسى الجرح اللي جرحوه الاعداء وخانوه على حوايجو على مالو، وداروا ليه سباب في العمل ديالو باش خارج من خدمته. لكن كنشوف ربي غادي يسهل عليه، فهمتي؟ واخا ما قر الخير كامله في هادوك، مازال غيتقر ليه الخير واحد الشخص اللي بعيد عليه، هو اللي غادي يجامل في داك الخير اللي كان دوز فيه. وشوف حبيبتي، شتي انتي غير الا فقتي في الصباح ولقيتي صحتك كتشوفي مزيان ومشيتي خدمتك دوشتي، الحمد لله على كل حال. سمعتيني؟ الحمد لله. مبقاش تهزي في خاطرك وعطي الخاطر راسك وحمد الله وشكري، راكي عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. قولي لي علاش؟ لان ورا دزتي بعدا من شي مرض، راه رضات الوالدين اللي واقفه معك، راه هذاك المرض اللي داز عليك راه شحال من واحد ضل لمانتو وكان ليه داك المرض سبب وقتلو، ورا داز فيك انتي هذاك المرض وحمد الله وشكريه لانه هو قلبك زوين وكتب لك الله مازال عمر طويل، وكتب لك الله مازال صحه جديده، وكتب لك الله مازال الحياه جديده. واخا تشمتي على طريق انسان، نقول لك اجنبي، نقول لك مقلوب اللبسه، كل وحده كيفاش غينطبق ليها الكشف ديالها، لانه هو هذا الكشف كل وحده كيعطيها شويه، يعني ماشي دايره نتيا الخاص هو كتعطي عليه الفتوح وكتعرفي من الاول حتى الثاني على راسك، كتعطي فيه الصوره ديالك، سميتك، سميت الام ديالك، فهمتي؟ هذا ما كان. عطي الخاطر راسك، راه ربي غادي يعوض لك ومازال عندك الحياه. وشوفي راه شي واحد في ولادك واخا بعادين عليك، لانه حتى ولادك بحال الا كون واحد في شي عتبه، بالرغم السن ديالهم ربما صغير السن ديالهم ولا ما بين 20 18 24، انما اما نقدر نقولوا عايشين مع مطلق ديالك ولا، انما كنشوف ربي مازال غادي يسهل عليهم. كاين زواج واخا عندك شي واحد في ولادك نادم عليه واحد الزواج، تزوج بواحد خيتي، مشاكل هو اللي هاز قهره والعوده في قلبه، راه غير صابر بزاف. هذاك انسان حنون مع الاطفال ديالو، ما بغاش هو يفرط في ولادو، ما بغاش يعذب ولادو كما تعذب هو في حياته. ربما ما كبرش في اليد الوالد ديالو، تمحن كبر في حجر الام. ربي معك وخير ان شاء الله، وما تزربيش، راه ربي غادي يفاجئها عليك. وهذا الوقت اللي كندوزو حنا غادي يدوز باش ما كان، الدنيا اللي غاديه كتجري ومازال ربي غادي يفاجئها عليك، ومازال طرف الثالث اللي في طريقك مازال ربي غادي يطيرو، غادي يبعدو في طريقك، حيت الاعمال ديالو خايبين. اناني شوفي وما تسربي على راسك، يا بينك وبين الشريك يا بينك وبين الزوج ديالك، لان هو بحال الا غتاخدي نتيا شي قرار وهذاك القرار ما تزربيش عليه، لا تندمي. واش باغيه تفعلي الطلاق، واش باغيه ديري شي حاجه، انما ما تزربيش، صبري لان هو تنشوفك الا خديتي هذا القرار بالزربه غادي تخوري، انت اللي غتخوري، انت اللي غتندمي. فهمت اش كنقول لك؟ جلسي مع راسك وفكري مع راسك وشربي قهوه ديالك وكدير الامور ديالك، راه ما يكون عندك غير لا خير ان شاء الله باذن الله، غيكون عندك غير الخير. حيت كنشوفك حبيبتي ولات حتى عندك العزله، وليتي عصبيه.
فهمتي؟ اعطي لخاطر راسك و وانتي راك ماشي بوحدك في العتبه، لينا هو اللي معاك في العتبه بحال الا كيضيق عليك، بحال الا كاينين مشاكل، بحال كاينه شي حاجه، كاينه شي حاجه كتضيق بيك، ربما من صحاباتك، من شي واحد درتي معاه مزيان، ولكن تنشوف الامور ما بقاتش كتمشى لك كيما بغيتي نتيا على طريق هاد الناس. لكن ما تزربيش، ما تزربيش، كون حاجه ليها حل، كون حاجه ليها حل. وهاد الايامات كنشوفك شادك حتى الشقيقه، كتشدك الشقيقه، فهمتي؟ كتشدك الشقيقه وكترتاحي في البيض وكترتاحي في الصفر. وبعد المرات ديما كيتكرر عليك نتيا الحيوان كتحلمي به، فهمتي؟ الحيوان كتحلمي به. عندك السحر، فايت عليك السحر، فايت عليك الديار. وبعدي من المشاكل، بعدي من المشاكل، حيت كنت يبان ليا بحال الا باغيه تنوضي الصداع مع شي واحد في العتبه او عتبه العمل. والحمد لله عندك الخير ومازال غتفاجئي، حيت تنشوف حتى شي حاجه كانت عندك، يا شي مرضى، يا شي حاجه عيانه دابا في صحتك، ولكن تنشوف عندك الفرج، وربي غادي يجيب لك مازال الشفاء. شوفي، ما تقطعيش العلاج ديالك، تبعيه، راه عندك غير الخير، راه عندك الخير ان شاء الله باذن الله. واخا الجواد عندك راه فاشلين هاد الايامات فراسك، راه فاشلين، وطاقتك راه خرج فيها الرصاص، طاقتك خرج فيها الرصاص، خرج فيه العمان، وخرج لك حبيبتي تفوسيخه. وبعد المرات تحكي غير عينيك، بعد المرات نتي راكي كتشوفي مزيان تقولي كاع ما تحتاجي نضرب، بعد الخطرات كيتسدوا عينيك. اش غنقول لك؟ تبعي الدواء ديالك ما تقطعيه، والفرح عندك، وناس قاصدين بابك، ناس قاصدين بابك بالخير، بالخير. والطريق ديالك فيها غير النور، وشاعل فيها الضوء، وفيها الفرح على جوج مرات فراسك، وفيها فرح، لأن هو ما بين اللقات، ما بين اللقات هاد الايام، نقدر نقول لك خميس جمعه السبت، ما بين 3 اوقات 3 ايام عندك شي خبار غتوصلي بها. يمكن يقول لك شي السبت عندك الخير، وعندك حتى صحاب السبتيين ما تنساي، وبغيت تفكرينا، وربي راه كبير، وربي راه كيشوف كل شيء. يا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. شي واحد شاد عندك الطريق، جاي عندك شي واحد بيا شي حاجه، وغادي تهزي التليفون بحال الا بغيتي تسولي عليها شي حاجه دافعاها ما بين 15 يوم 20 يوم دافعه شي حاجه، فهمتي؟ ولكن بحال الا بغيتي تسمعي اخبار مازال ما ميسر الامور في هذيك الحاجه علاش سولتي، هي غتسمعيها ماشي ما باقي
ما تقبلات ولا باك ما عطاوك عليها الجواب، ولكن ما يكون غير الخير. الامور غتيسر من بعد، غتغيري في خاطرك، غتغيري، ولكن في نفس الوقت غتفرحي. سمعتيني؟ واخا عندك شي افكار على طريق واحد الشخص، مقلقه مدورين جهه، داك طريق في طريق داك الشخص شي حوايج ما مرتاحاش، غتكوني مشوشه ومقلقه. ولكن الحمد لله غتفرحي واخا كاينه الهضره في ظهرك. كاينين الناس اللي كيهضروا فيك بزاف، حاضينك بزاف، ما تنساش راه كاين اللي حاضيك بعدا نتيا غير في شرجم وقريب لك. كاين الذكر وكاينين النساء، وهادو راه ما بعادينش على الحومه اللي انت فاش كتسكني، حاضينك. كاينه المراقبه عليك، تقولي نتيا واش كتبيعي الكوكايين. الحمد لله تيبان لي عندك الخطوات، وعندك شي حاجه. ربي بحال الا غيهزك ربي من هاد البلاصه ويحطك في هادي بدون شعور. شي حاجه عندك فيها الخير، ياك كانت عندك معكسه وربي غيسرها لك. وعقلاش قلت لك وبنتي ليا هنايا بحال الا نتيا ما كتنعسيش حتى كتقراي شي دعاء، هذيك الدعاء تستمر عليها ما تقطعيهاش، ولا كديريها بالتسبيح ما تقطعيهاش، راك لي فيها خير، عندك الخير. ولكن الحمد لله بالرغم كنشوف الحياة واقفة عندك، مازال عندك الخير من هنا لقدام، مازال تنقزي كامل داك المشاكل وديك الحياة اللي كانت واقفة، مازال تنقزيها من البلاصة للبلاصة، غتخرجي منها كي الزغبة من العجينة. والله يفرحك، وكاع اللي عندها شي عقدة الله يفرحها، وكاع اللي عندها شي مشكل الله يجعل ربي يفاجئها عليك. هادشي اللي نقدر نقول لك. ما تنساوش ليا البنات اللايكات، الله يسهل عليكم، كونوا حتى الله يفاجئها عليها. وشكرا للبنات الغزالات اللي كيخلوا ليا التعليقات الزينين بحال وجهكم، اللي كيتعاطفوا معايا، ربي يعطيكم الخير ان شاء الله باذن الله. القلب على القلب، وربي اللي كيعلم على كل شيء، وبيت ربي يفاجئها عليكم خير ان شاء الله. وشوفي ومازال عندك شي حاجه غادي تهضري عليها على حساب الورد، شي حاجه عندك انت، عندك حقك انت بعيد عليك وقلبك كيحك، ولكن انت بوحدك. وشتي عائلتك ما زيرو، ما نكذبش عليك، نقدر عندك لا من دم الاب ولا من دم الام، بجوجهم زيرو صار زيرو. وما عند الله سبحانه وتعالى انت في وسطهم، هما عائله كبيره، ولكن ما كاينش الحنان مع بعضياتهم، ما كاينينش الحنانه. كاين منهم في هذيك العائله اللي هما لاباس عليهم وما كيديروش الخير في دمهم وفي بعضياتهم، تيمشيو كيبينوا داك الخير البراني اللي كاع ما خص حتى شي حاجه. وانت بالضبط محتاجه المساعده ومحتاجه الحنان ومحتاجه، لكن كنشوف راكي عايشه ببركتك وانت في وسط هاد العائله، في وسط هاد القوم، وحاشه تكون عائله انت حنينه وانت مزيوده بجوادك، وهاد الجواد خليتيهم من حنينك، الراجل كبير وبيض، سمعتيني؟ وعاطي ليه الله سبحانه وتعالى النور هك، يا كان كيصلي بالناس في الجوامع اولا كان فقيه ولا، انما بحال ما هكا فهمتي، وكان كيقرا عنا الناس، عنده شي بركه في يديه. انت راكي من داك الشخص جايبه فيه، فهمتي؟
باش نقول لك اللي كاين انايا، وانت راه عايشه ببركتك والخير عندك. راكي واخا كيوقفوا عندك الامور، ما كتكوني على حتى شي حاجه، ما كيكون على بالك حتى شي حاجه، حتى ربي كيسهل عليك. سمعتيني؟ راه ربي اللي كيرسل لك رزقك. نتريحوا بعدا في هذا الفعل. بسم الله. اللي بغى الهم الدنيا الله يعطيه ليه، هادشي اللي نقول. اللي بغى الهم الدنيا الله يعطيه ليه، ما ينسى الصحه هي كلشي. الا كاينه الصحه تقدري تفرحي، تقدري تسافري، تقدري ديريهم 16، تقدري تجيبي مشى متلوف يجي متلوف، مشى متلوف تجي مخلوفه كما كنقولوا. مشات المتلوفه وتجي المخلوفه. ايوا هي هذيك، مشى متلوف يجي متلوف. وقال لي عدي باش الا كان شي لافيره في طريقك عدي بيه حتى يجيب الله الراجل، والراجل راه جاي في طريقك ان شاء الله باذن الله. عودي نصحك بآيات الكرسي وسورة البقرة تقرايها على تعودي تجوشي به الخميس والجمعة عند جوايه الظهر، لأنه هو كنشوف الفرح مازال عندك. واخا هذاك الشخص اللي في طريقك مقلوب وعاطيلك بالظهر وعقلي في هذا الفيديو مازال يقلب حتى عيا، مازال يتنفق حتى عيا، فين قدو نحيت الدنيا بغا يحدها بلاصتها. مهما تعرفتي مع الشخص وكانت المعاشره بيناتكم وكان واحد التمسك بيناتكم، ومن بعد لا الفرق وماشي بخاطركم، يدور حتى عيا مازال وجه يتلاقى مع الاخر. واخا تكوني انتي مجوجه في حياه اخرى ولا يكون في حياه اخرى هويا، مازال تلاقاكم صدفه. حيت العلاقه الاولى كتكون صعيبه تنسى، العلاقه الاولى كتكون صعيبه تنسى مهما كان ومهما طوال الزمان، حيت حوايج زوينين شافهم فيك انتي الاولى في حياتك، فهمتي؟ لكن كاينين كارير الخير وكاينين ولاد الناس ما كينساوش الخير، والله العظيم ما كينساوش الخير. وربي معك. شتي هاد الشخص مهما بعد مازال غتشوفيه ومازال غيدير لك مفاجأة، ورما مع حتى شي وحده دروك لا تقولي، حيت انتي عندك تشويش تقولي واش كاين مع شي وحده، واش ما مجوج ما مطلق كيما انسحب في طريقك، راهو وحلا غير مع راسو متنحل في حياته، مره يفرح مره يبكي، ودمعتو ربي اللي عالم به. لأنه هو حتى هو الدقه جات ليه في خوتو، كان هو مهلي بعدا في الام ديالو، كتبان ليا الام راه بحال الا توفات ليه وخدا الرضا ديالو، وكان هو اللي كيصرف على الام، وكانوا خوتو كيخدموا ليه غير على رزقو، خوتو اللي خارجين عليه. ما راه كان فاش يكون لاباس عليه. سنوات ضاعت في حياته ديال هاد الشخص، ما والد ما مجوج ما مطلق، ما حياته ضاعت، ولكن السبب هو الناس اللي قرابين ليه من دمه، كانوا كيخدموا ليه ما يفكر في جواج. ملي كانت صحته، ملي كان قاد على راسو قاد، ما كانش مسكين كيدير الحساب، تيقول ديما الدنيا بغات تبقى ديما هكاك معاه، ديما بغا يبقى صغير، ديما بغا يبقى ليا هكاك، والفلوس ديما بغا تعطيه ليا. للاسف حتى لقى راسو فايط، ولقى لا حبيب لا حبيبه لا خوت لا خواتات لا الجوجه لا الولاد لا حتى شي حاجه. دابا نقدر نقول لك هذا الانسان بحال الا داخل في الاكتئاب، داخل في الاكتئاب وعنده العزله، وداخله حتى جنيه، راه عنده جنيه. هذا شوف شنو كيجيك نتيا، لانه هو انا كنطق عليه ما عرفت، او لا يمكن حاضره طاقته هو هنايا، ولكن ربي مازال غادي يسهل ان شاء الله باذن الله.
عطى بالقليل وعطى بالكثير، ولكن ربي غادي يخلف ليه ومحقور حتى في خدمته. اي خدمه لاش كيمشي كيحضروه. الحمد لله. كنشوف حبيبتي واحد انسان بزاف تغير في طريقك، ومعاه واحد انسانه تبدل عليك بزاف، وخصوصا هذه الانسانه ما بقاش كتحملك، ما بقاش كتحمل فيك الشوفه، ولكن هذا الشخص اللي معاها مازال غادي يرجع لك ان شاء الله باذن الله. فهمتي؟ لان هو كنشوف حتى بعد المتزوجه ما مرتاحاش، راكي ما مرتاحه، مجوجه في العقد وصافي. سمعتيني؟ راكي سميتك محطوطه غير في القواغط. شويتي ديري بيهم؟ شتي واش باغيه الراجل ولا باغيه القاغط؟ ماشي جواج. عندك بعض المتزوجين ما منك انت مصاحبه، ما منك مجوجه غير في العقد في القواغط. ربي غادي يفاجئ عليك، وانت اللي مازال بديري الحل راسك. ردي البال، كاين الطرف الثالث، وكاينه الخيانه، وكاينه انانيه، وكاين الغدر كاين. صافي يلا سيري غنجيبها، وربي يفرحك، ربي يفرحك. شوفي، هو ما فيه الفضل، ولكن ربي رزق لك فيه الفضل. يمكن في التريكه ديالك، يمكن في شي حاجه، حيت يبان ليا نيتك زوينه، عاطي لك الله سبحانه وتعالى في طريقه شي حاجه استفتيها. هاد الساعه ما كيهمك لا المشيه ديالو ولا الرجوع ديالو نهائيا. الحمد لله وصلتي راسك براسك، ما كنتيش قاعد اللي واصله عليه، انت ما مخصوصه حتى من شي حاجه. الحمد لله على كل حال. بعد العازبات اللي كنشوف عندهم تعطيل في الجواز حبيبتي، تعطيل في الجواز، وعندكم شي اخ بحال هو اللي هز المسؤوليه ديالكم وكيصرف عليكم. نقدر نقول لك نتوما 4 خواتات 5 الخواتات وبيناتكم هذاك الاخ، ولكن داك الاخ راه واكل عليكم واكل الدقه. وشوفي راه كيفكر في الزواج، ولكن راه ما هادي انسان ظريف وكيحن عليكم، ولكن من بعد غيكون الزواج غادي يكون تغير بزاف، غيكون تغير بزاف. ومازال شي وحده فيكم غادي تخرج تقلب على راسها، ومازال غتمشي لبعيد، ومازال غتخدم على راسها، لان هو بحال الا نتوما نفسيتكم مكبره شويه، نتوما حدوديين، من النوع اللي ما يبغيش يخدم عند شي واحد، ولا تخدمي ديري لشي واحد الميناج، ولا نتوما بحال الا كبرتو مدلولين مفشين كما كنقولوا. كنتو كابرين في الخير، ولكن تلا اللي تلا كتب عليكم الله سبحانه وتعالى هادشي القدر. لو كنشوف بحال الا توفات لكم الام ولا الاب، ربي غادي يفاجئها، ومازال غتخرجوا، حيت الايام اللي كتخلي انسان يتعلم من كل شيء، مازال غتخرجوا. وشوفوا شتي هاد الخرجه اللي غتخرجوا مازال غتكون لكم الخير، وشتي هاد الجواج اللي غيكون عند هاد الاخ ديالكم اللي هز عليكم المسؤوليه ليك فيهم الخير. حيت نتوما بحال كتبان ليا نتوما حدكم الدار من صخره للدار، من صخره للدار، ما كتخرجوش تقلبوا على رزقكم. الرزق راه ما كيجي يدق عليك، راه الرزق اي واحد كتب ليه الله الرزق، ولكن كيقول لي سير قلب على رزقك. راه الرزق راه تحت قدم انسان. فهمت اش كنقول لك؟ الرزق تحت قدم تاع انسان، ربي راه غادي يفاجئها عليك. وكتفكري في شي مشروع ومشطونه، وكتفكري في شي كريدي، واش ناويه ديري السيف، واش ناويه ديري شي كريدي، وخايفه عندك متردده، خايفه المال يصدق لك. شوفي عمرك في هذه الحياه ما يكون عندك التخوف، واخا خسرتي عاودي زيدي، ما تطيحيش، ما تستسلميش، وفي التالي ما يكون ان شاء الله غير الخير ان شاء الله بجد الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي عاطيني الحساب ديال المجموعه الاولى، ونشوفوا المجموعه الثانيه. يلا عطيني طاقتكم البنات. يا
تيبان لكم البنات الحروب. رانا كنبنات كننسى ما كنكتبهم لكم بعد المرات فوال التعليق. حتى البنت ولا هي عندي راه مشطونه مع القرايه، داكشي علاش. ولكن خير ان شاء الله، ربي يجيب الخير. يلا حبيبتي المجموعه الثانيه. يمكن تكون عندك حيره، يمكن طاقتك حبيبتي تكون في المجموعه الاولى وتحضر نيت معاك انا. اللي اختارت المجموعه الاولى، انت عندك خطاوي ديال الخير مع الحنطي طويل، وعندك معاه شي الورق عرفتينيهم، والورق على طابله المخزن. وهذا الشخص غيوقف جنبك، سمعتيني؟ هذا الشخص غيوقف جنبك وعندك عليه الخير. وعادي دوزي الشبه على عدمك، لان هو كنشوف عدمك تقال بخري بالقزبور وبالحرمل وبالشبه. ملي تكون قاصحه هزيها ولوحيها في الماء، وشوي الشبه اللي طابت ديريها هنا عند راسك، وداك الماء خويه في الحوض مده 7 ايام. راه غادي تفاجئ، كتبان ليا راه مشطونه وعدمك تقال عليك، لانه كنشوف حبيبتي داخل عليك بزاف في الحال، ومريضه في خاطرك ومريضه في صحتك، وراكي تحسي براسك، تحسي براسك ما هي هادي كأنك رجعتي للحاله اللي كنتي فيها. فهمتي؟ وكتحسي براسك ثقيله، حاسه براسك ثقيله بزاف، والعقل عندك شلا من ضربه فيه، سمعتيني؟ وانتي براسك راه عارفتي عندك السحر، سمعتي؟ لانه هو عندك تركيز حتى ديال البشر على العين، مركزين عليك العينين. ولكن الحمد لله على كل حال، باغيين لك الشر ولكن هما اللي سابقين فيه. هذا ما كان. فراسك واخا كيجي البشر في طريقك عنده مشاكل، سمعتيني؟ وكيبغي يلوح عليك الطاقه السلبيه، ربي كيحفظك من الطاقه السامه ديالهم، ومازال الخير يتزاد عليك، الرزق زاد. وكنشوف حبيبتي مفتاح جديد غيكون بين يديك ان شاء الله باذن الله، سياره، العتبه، شي حاجه ثقيله، وشي باب مفتوح في طريقك اللي انت باكي عليه سنوات. يقدر يكون لك باب الخدمه، باب العمل، باب النصيب، باب الجواز، باب سفر. حتى صحتك تتبان ليا غتجدد بصحه جديده وبخير الحمد لله. لانه هو كنشوف كان عندك عراقير كثيره والبلوك دوزتي، ولكن كنشوف كلشي جديد في طريقك، ونصر والفرح الحمد لله. رد البال، واخا انت حاضينك المحساده والمحسادات كتعرفيهم ما كيعرفوكش، العين ما تلاقات مع العين، سمعتيني؟ ولكن حاضينك عندك عمل ديالك مشهوره فيه، وما كرهوا يحيدوك منه، ولكن اش قداو بغاو هما غير يعيشوا هما بوحديتهم، هما اللي يصوروا الفلوس صافي. النفس ما كرهوا يقطعوا لك النفس، ولكن ما عرفوا
اكبر غابه كيعيشوه هما. وان شاء الله ما يكون عندك غير الفرح. لان هو حبيبتي دازت عليك شمته، داز عليك غيار، ديجا قرصاتك العقربه، ماشي ما قرصاتك، قرصاتك عقربه سوداء، ولكن شديتي السم وعصرتيه من رجلك ولا من صبعك، ما قدات شيء حيت جوادك حافظينك. الحمد لله انت غتغلبي على شي طاقه سلبيه وعندك الخير، مازال ترجعي لطريق الله ولا غتكملي. كنتي كتصلي وكتقطعي وغتكملي، غتشدي طريق الله وغتكملي على الصلاه ديالك، وحتى شي علاج غتكملي عليه. وشي حاجه عندك لداخل ربي غادي يسخر لك فيها، شاطناك وسرك ما غاداش تخرجي هاد المره لحد، بينك وبين نفسك وبينك وبين الله. والحمد لله غيتيسر هاد السير اللي في قلبك، وشي حاجه غتيسر لك وغيكون لك فيها الخير. والحمد لله على كل حال. كنشوفك انسانه ذكيه، وهادشي اللي ناويه ربي غادي يرزق لك فيها المال، وغيدخلك عليه المال كتير والخير. انتي كدعي الله، انتي كطلبي الله على شي حاجه يسرها لك مولانا، وربي راه وصلاتو الدعوه ديالك، وربي غيوقف معاك. من هو كنشوف حبيبتي الميزان ديالك فيه الخير كتير، فيه خطاويك ديال الخير وديال النصر مهما كان الاعداء، فهمتي؟ واخا كيقولوا عليك نتيا راكي نصابه راكي خايبه راكي، ولكن راه داكشي اللي فيهم اللي كيقولوا، داكشي اللي فيهم اللي كيقولوا. من هو نقدر هادو اللي كيقولوا عليك كلام شر وهما عندهم نفس العمل ديالك اللي انت كتخدمي، يا كديري شي بركه في يديك، يا كداوي الناس، يا ولكن داكشي اللي فيهم هما اللي كيقولوا عليك، فهمتي؟ بالعكس انتي حتى هاد البركه اللي عطيها لك الله سبحانه وتعالى راكي مزيوده به، راه تحلقتي بها، عاطينها لك الجواد والقرقه والتسليم، وملي عبد القادر الجيلاني وقف عليك كنتي كتمشي ليه من صغرك. باو هما غير بوحدهم اللي يبانوا في هذا العمل، واخا تيقولوا هذا العمل راه فيه الحرام فيه الشرك بالله، وهما بنفسهم كيديروه، وهما بنفسهم كيديروا هذا العمل، كيقولوا هما نصابه راكي نصابه، هذا العمل اللي كديري عمل شيطاني شرك بالله، وفي نفس الوقت كيديروه نيت هما خدامين فيه وكينصبوا نيت به هما العباد الله. انا شي وحده داخله عندي هنا بجوادها تدير شي حاجه وتابعك العين وتابعك الغيط، ولكن ربي ناصرك، وربي غادي يسهل عليك، وربي غيسهل عليك حتى في شي مكان بعيد، مكان بعيد ليه قيمه، ربي غادي يفاجئها عليك ان شاء الله باذن الله. شي حاجه مازال ما كملات عندك، ولكن مازال ربي غادي يكملها لك، ما تقلقي وما تهولي في خاطرك، ما تهولي يا حبيبتي، راه القلب على القلب، ربي راه مازال غادي يسهل عليك. وحتى هذاك البعلوك اللي تتفكري فيه وشاط لك بالك راه كاع ما يصلح لك، وانا هنا كنطق لك راه كاع ما يصلح لك. انا نقول لك اللي كاين هو طبيعه الحال، كاين واحد الولف، ياك كاين وحدين شي جمعه بعضياتكم كاين الولف حتى هو وكذلك ولفك عزيز عليه، ولكن
بحال الا كيقول مع راسو واخا متعلقين مع بعضياتكم ولفتوا بعضياتكم، حتى داك التباعد اللي من بعد تيقول من احسن لك، ما بغاكش تدا يكثر بزاف في طريقه اولا تعلقي تزيدي تعلقي في طريقه، واخا بحال الا كيقول مع راسو عمركم ما تناسبوا مع بعضياتكم، يا كاين فرق بيناتكم في السن بزاف، يا كاين شي حاجه، يا هو مسيطر على ولادو، يا كاين شي حاجه، كاينه شي حاجه ماشي هي ماشي حتى العين، فهمتي؟ بعد منكم. الحمد لله كنشوف انسان بيض مربوع القد ولاباس عليه وخارجه منه كرش وكيدير نضاضر مره تعشوف والامور مسره ليه، وعندك معاه الخير، وعندك مازال معاه الخير، والحمد لله راكي مقبوله. انت راه عندك الحظ مع الرجال اكثر من العيالات، نقولها لك انا من هنا، انت عندك الزهر اكثر من عندك الزهر في الرجال وما عندك الزهر في العيالات، فهمتي؟ وانسانه نقيه وكيعجبك بزاف انت تعودي تسافري، وكيعجبك نتيا المناسبات، فهمتي؟ تعجبك المناسبه بزاف، تعجبك التجمع ديال الناس والحباب، كيعجبك انت تحضري بزاف في العراسات، كيعجبك، فهمتي؟ ماشي واحد انسانه زعما معقده في الداخل ديالها، لا. الحمد لله واخا هكاك، واخا تيكونوا مشاكل، واخا سميتو وليتي انت المشاكل الا تزاد عندك شي مشكل وليتي كتضحكي ليه، فهمتي؟ حتى تقولي الحمد لله ما بقاش تيدوز عليا كتر من اللي داز علي اللي فايت عليك، وليتي المشاكل كتضحكي ليهم ما بقاوش كيخلعوك، الحمد لله على كل حال. واخا هكاك طريقك منوره وكنتي دايره الخير في شي واحد ملي كان صغير، سمعتيني وكبرتي لي يتامى ودرت الخير كبير ومعك رضات الوالدين، الحمد لله على كل حال. واخا هكاك، واخا الحظ انت ما عندك مع خوتك اللي رضعه معاهم البزوله، فكرش واحد، نقدر نقول لك انت عندك واحد الاخ من الام ولا من الاب مازال هذاك راه كيحن فيك، واخا ما كبرتوش مع بعضياتكم ودخلوا الشياطين يديروا لكم الفتنه، ولكن ما قداو شيء. لا اله الا الله. غيكون عندك مجمع الخير في العتبه، غيكون عندك المجمع ديال الناس في العتبه وبالخير، وهذا الفرح ما غاديش تشاركيه مع الناس كثيره بزاف، مع الناس قلال. انا تتباني ليا ربي بحال الا دار لك الاسباب تخرجي من شي مشكل، سمعتيني؟ تضرب ليا بالتليفون، شاريه ليا باك، سيري ليا كي شتيه واخا حتى نور ليا، ربي غيسر لك الامور ان شاء الله باذن الله. وكنشوف حتى شي حوايج غيدخلوا لك بالزغاريط وبالزهر، او اللي يقدر يكون لك الخدمه العمل جديد او شي سفر، او كان شوفي انتي بعدا كنتي بغيتي تشدي شي طريق، وقعوا المشاكل، وقع شي مشكل ولا هاد السفر معطل، ولكن راه غادي يعاود يتكرر، هاد الطريق مازال انت مازال ما قنعتي، ولكن مزيان غيكون الخير ان شاء الله. واخا ضريتي وظلمتي ولكن ربي غادي يجبر في خاطرك، ماشي غير في الخاطر، في الخواطر. الحمد لله. واخا هكاك عندك حيرة في قلبك، واخا كتقولي طاقتك سدها،
ما سداش، قفلها وما قفلهاش، ولكن مازال قلبك على شي حاجه قديمه عندك، فهمتي؟ ولكن وجه الله سبحانه وتعالى تيبان ليا بحال الا بغيتي ديري يديك في شي حاجه جديده، في شي حاجه جديده غتيسر لك، وكيبانوا ليا شي سوات جداد هاد الايامات غيطيحوا بين يديك، وبحال شي واحد غادي يجي غادي يعطيك شي ساروت، بحال الا بغى يخوي العتبه، بغى يخوي شي محل، بغى يجي بغى يقول لك ها ساروتك، فهمتي؟ وبحال الا غادي يبقى فيك هذاك انسان، بحال كتقول ما غاديش هذاك انسان عمر ما لقيت معاه مشكل، ما لقاش بحالو، ولكن لا ربي راه نيتك زوينه، واخا هكاك كتجيب لك الناس اللي ما غاديش يعجبوك في حياتك، ربما كتكلفيهم بالمشروع ديالك ولا كتكري ليهم ولا، فهمت اش كنقول لك؟ المهم ربي كتب لك الرزق ديالك ديال المعيشه ديالك، ربي ما ناسيك حيت قلبك زوين، والحمد لله على كل حال، ربي مازال غادي يسهل عليك، مازال تهلاي في راسك، مازال غادي تهلاي في راسك ودوري براسك وترجعي كيما كنتي، كان عندك النور هك، كانوا حنوك كنتي بعدا كانوا عامرين، وكان مع الله سبحانه وتعالى تيبغي يخرجوا منهم الدم وتابعينك، واش كديري واش كديري اش كديري، ما هزوا عليك العين حتى حطوك، ولكن الحمد لله على كل حال مازال ترجعي كيما كنتي، وانتي اللي عاشرك صعيب ينساك، كذب عليك كذاب، كاينين اللي عارفين بقيمتك مازالوا كون كيذكروك في الطبله ولا في الكيسان ولا في الفرح، مازال كيذكروك، اولا بعدا اللي كيذكر سميتك تيقول الله يعمرها دار فلانه، الله يعمرها دار فلانه، الله يعمرها دار، مهما تخاصمتي كاع معاه، مهما وقعوا المشاكل، ولكن نتيا ديما كتجبدي في اللسان انسان الله يعمرها دار، ما كطلبي حد، ما كتاكلي رزق حد، وما كطلبي حد، ومازال تلبسي حوايج جداد، ومازال تلبسي مضمه ديال الذهب، عقلاش قلت لك، ومازال يكون عندك الفرح، ومازال تعاودي حياتك، فهمت اش كنقول لك؟ فهمتي؟ والحمد لله راه مازال غتفرح، ومازال عندك الزواج بعد البنت العزيبه، بعد العزيبه، الحمد لله على كل حال، مازال غادي تغيري شي حاجه نتيا، شي حاجه في الذهب، شي حاجه في النقره، بحال غتغيري نتيا شي سرتله ولا سلسله، شي حاجه عندك غتغيريها في هاد الايامات بجد الله سبحانه وتعالى، وكتفكري حتى في شي سياره بتغيريها، تتقولي تبيعيها تبدليها بمحسن، ولكن غيتيسر الامر ديالك، لان هو عندك حتى الطرقان، فهمتي؟ عندك الطرقان، شلا من طرقان غادي غيكونوا عندك هذا الاسبوع ان شاء الله باذن الله، غيكون لك فيهم الخير، ربي غيسخر لك امور، ما تخميش، سمعتيني؟ ورا خارج لك عود القماري، عودي بخري بيه، والمهم راه معاك، وكما قلت لك ما تنسايش الشبه، الشبه راه خارجه لك في الطاقه ديالك، في الكشف ديالك، الحمد لله. واخا هكاك وحده اللي كعجبتني فيك، كطلبي الله سبحانه وتعالى يفاجيها عليك، كطلبي الله الثبات، وكطلبي الخير، وشوفي وربي سبحانه وتعالى بحال الا غيحقق لك شي حاجه، شي امنيه في طريقك، على ربي غادي يرسلها لك وغتحقق عندك، ما بين 10 ايام او لا 15 يوم، لانه هو دايره انت يديك الله سبحانه وتعالى كطلبيه، تبعي هاد الدعاء وربي غادي يحقق لك اللي نويتي في خاطرك، غيرضي لك خاطرك، سمعتيني؟ شي حاجه عندك عليها فرح، شي دعاء استمري عليها،
واش تطلبي، واش هاد الدعاء كتدعي بها ربي يجيب لك الخدمه، ربي يسر لك الامور في الرزق، ربي يسر لك الامور في العتبه، في السفر، جواز، انما كاين الخير. دعوتك مقبوله مع الله سبحانه وتعالى، غادي تفاجئي انه هو كنشوف الدعاء غتستجب لك مع الله سبحانه وتعالى، ما عند الله. الحمد لله. كاينه منكم اللي عندها الكزيمه في رجليها، وهاد الكزيمه كتنوض عليك في وقت البرد، وكانت لك وراثي، ولكن ما تقلقت. ما تقلقت، محيت ان شاء الله غيكون عندك الخير. وشي حاجه دايره فيها يديك وخايفه، سمعتيني؟ شي حاجه كديريها وخايفه لا تكشفي عليها، خايفه لا تباني الاعداء. ربي معاك، راه ربي ساترك، سمعتيني؟ ربي ساترك. وعندك حتى شي جواز زوين، ومازال غتوقفي على رجلك من بعد ما تحطي ودمرتي نفسيا. عندك لقفه جديده، نقدر نقول لك هاد الطيحه على جواج، طيحه ماديا، طيحه على العمل، انما عندك لقفه جديده. مازال عندك لقفه جديده، مازال توقفي على رجلك، مازال عندك حياه جديده ان شاء الله باذن الله. انتي متكله على الله سبحانه وتعالى، وغتوقفي من جديد بكلام الله، وما معوله حتى على شي واحد. واخا كنشوفك حبيبتي شي حاجه هرسات لك، شي حاجه هرساتك في طاقتك، في جهدك، في صحتك، فهمتي؟ ولكن هاد الحاجه اللي هرساتك وخلاتك تطيحي مازال غتوقفي على رجلك، ومازال عندك الحل. والايام اللي جايه غتكون لك احسن من الاولى اللي كنتي عشتي، فهمتي؟ وعندك شي بروجي بحال اللي غادي تدخلي فيه فلوس كتيره هاد الايامات، فهمتي؟ واخا كنشوف الامور دازت عندك صعيبه ودوزتي في شي مشاكل، سواء يكونوا هاد المشاكل عاطفيا او ماديا، انما كنشوف الخير جاي لك من جهه الله سبحانه وتعالى. ومازال غتعرفي مع الناس جداد، وعندك طريقه جديده، لانه كنشوف الناس داخلين حياتك، الناس جداد غتعرفي عليهم، واش الناس من البوليس، واش الناس من طيب، واش الناس من سفر. شي حاجه عندك ربي غادي يحط لك ان شاء الله بالخير ولقفه ديال الخير، فهمتي؟ انما كنشوف اغلبيه غادي تفرحي على شي حاجه كتخص على ماديات ولا حاجه ديال القضاء. واش انت كتقراي كديري واحد الحماس وكديري واحد الجهد كتر من جهدك، ربي ما يخيبك، انت طالبه الله. واش دافعه هادشي ديال القانون، قانون المحاميه، هادشي ديال الطب، ديال شي حاجه عندك فيها خير، ومازال ربي غادي يسهلك في هاد الامور، وغادي تفكريني. وعندك رضات الوالدين والجواد راهم في جيبك، في جنبك، ومحبوبه ما عند الله سبحانه وتعالى، وربي ما يخيبك حيت نيتك زوينه، وربي غادي يسهل عليك. طالبه الفرج راهو جاي لك في طريقك، وما عندك علاش تقلقي، وما عندكش علاش يكون لك لي ستريس في الداخل ديالك، فهمتي؟ دروك انتظري مكالمه عند انسان اللي ما عمر طول الرساله او لا كلام بينك وبينه، تنشوف غادي يعيط لك ان شاء الله،
يقول لك الا وصلك هذا الفيديو يقول لك عشيت اليوم او لا الغد اللي غادي تسمعي بخبار، وان شاء الله باذن الله وغادي تفرحي ان شاء الله. وشي وحده كتجمع حويجاتها وباغيه تمشي للحمام وباغيه تنقش وفرحانه راه كتوجد، وجايبه لك حتى شي حاجه ديال الحلوى غادي يدخلها لك العتبه، باغا تجيك موحشك وبغات تشوفك. هذه انسانه ضيعت عليك رزقها، هذه انسانه كبراتك في البرد وفي الحراره وفي الشتاء وفي مشاكل وفي ظروف صعيبه، كانت كتحامي عليك، دايره عليك الظل وكتمد ظهرها للشتاء والبرد والمشاكل والعصا، تمحنات ودايره لك الغطاء حتى كبرتي وقفتي على رجلك. ما تنساش خيرها، تندوي معك، ما تنسايش خيرها. وكان عندك شي مشكل، كانت عندك شي ازمه، بعد صحتها وعمرها عليك نتيا باش توصلي وتنجحي. وما تنسايش خيرها، راه كتقول لك غير الخير، راه هي كتوجد باش تجي عندك تشوفك بالفرح كبير وربي يكمل لك. وبعدين من واحد السيده اللي معاك راه وقعوا لك معاه مشاكل، فهمتي؟ اما الاخت ديال الشريك ديالك اللي كان طمعك بجواج ولا شي حاجه، كان شي كريدي بيناتكم ودايره شي كريدي، انما انت تابعه الطريق ديال هذوك الاشخاص حتى تحتي في الازمه. وديجا درتي لي جهد، وداك لي جهد اللي درتي ماشي بمرادك بخاطرك، تمنيتي يعترف به ويكون معك في دوك الظروف، ولا يفرض عليك قالك مازال ما مستعد. شوفي ربي معك، واخا كتقولك واحد انسانه تقول لك انا غنمشي بعيد، انتي كطمعك على قطوع البحور، دير بال راسك ما تخرجي على راسك وخدمتك بلاتي هو احسن. وان شاء الله خدمي غير عقلك، وردات الوالدين راهي واقفه معك، فهمتي؟ وهذه انسانه اللي كتجري في طريقك وكتخبي عليك وكتضرك عليك وكبراتك في القاسح وفي ظروف صعيبه، ما تنساش خيرها، راه كتاكل عليك العصا حد الان، وما تنساي خيرها. يلا بسلامه عليكم البنات.